عم رمضان، عم رمضان. تعال يا حسن يا ولد، تعالي تعالي. يا عم الشيخ. ايه الدنيا؟ تمام والله. ايه الحكايه يا ولدي؟ والله يا عم رمضان من امبارح مصطفى تجيبني مصطفى تشيني. والله يا عم رمضان ده من اول يوم في رمضان هو شغال يوسوس فيا عايزني افطر، وانا مش عايز افطر، يعني انا كبرت عشان افطر. هو ده بنفطر، انا مالي بيه. والله العظيم يا ولدي ابوك ده ولد الشيطان من مصغره، انا عارف من زمان على كده. والله يا عم الشيخ انا ما هروح لابويا تاني وهعيش معك انت. لا يا ولدي ما تحظاش ابوك، ده رضا الرب من طاعه الوالدين. لا يا عم الشيخ ده راجل فاضل. بص يا ولدي، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدت من أيام أخرى. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم يا عم الشيخ. وأبوك يا ولدي ولا عيان ولا على سفر، ده مش معيتلحلح من الفرشة بتاعته، يعني عيب على سنه يبقى علق زمانه. والله يا عم رمضان عندك حق، انت عايز يفطرني معاه برضه والله العظيم ابوك ده محسسني انه مفطوم على 6 شهور، ابوك ده محسسني انه عايز يعوض ايامه اللي اتفطمها. والله يا عم رمضان ربنا يصلح حاله وحال الجميع ان شاء الله. اهو رمضان قاعد فيه 22 يوم، ربنا يكرمه يصوم له في يوم ولا اسبوع. ان شاء الله يا عم المولاني. يا رب اصلح حال ولد عمي موسى يا رب. امين يا عم رمضان ربنا يصلح حاله.